السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا طالب جامعي في مرة حضر متأخر عن محاضرة مادة الرياضيات، وكانت القاعة مليانة بالطلبة، فقعد آخر واحد كونه حضر آخر واحد وجاي متأخر، وحط راسه على الطاولة ونام، وما قعد إلا على أصوات الطلبة وهم يبون يطلعون من المحاضرة بعد ما خلصوا محاضرتهم. فالتفت هذا الطالب على السبورة ولقى عليها مسألتين، كتب المسائل في دفتره وطلع من القاعة. ولما رجع البيت قعد يحاول يحل المسألتين، لكن المسائل صعبة حيل، واحدة أصعب من الثانية. فراح للمكتبة وقعد يبحث في كتب الرياضيات ويجرب الحل، يحل وإذا أخطأ شقل ورقة ورماها، وهكذا كل ما حل واخطأ شقل ورقة ورماها، لحد في النهاية ما التفت لقى جنبه كومة أوراق. وبعد 4 أيام من السهر والجهد المتواصل، هذا الطالب ما قدر يحل إلا مسألة واحدة فقط. ولما جاء وقت المحاضرة الثانية قعد هذا الطالب يترقب طول الوقت إن الدكتور يطلب منهم الواجب اللي هو حل المسألتين. الحين يطلب الواجب، بعد شوي يطلب الواجب، لكن الدكتور ما جاب طاري للواجب ولا طلب حل المسألتين. ولما انتهت المحاضرة راح الطالب للدكتور وقال له: يا دكتور، انت أعطيتنا واجب صعب جدا وانا ما قدرت احل منه الا المسألة الاولى بعد طول بحث وجهد وسهر، وحليتها في 4 أوراق كاملة، وانت اليوم ما طلبت منا الواجب. فقال الدكتور: اي واجب؟ انا ما كلفتكم باي واجب. فقال للطالب: يا دكتور، المسألتين اللي كتبتهم على السبورة في المحاضرة اللي فاتت. فقال للدكتور: المسألتين اللي كتبتهم على السبورة ما هما إلا مثالان للمسائل التي عجز العلماء عن حلها. والسؤال لكم الحين: لو ما كان هذا الطالب نايم في المحاضرة اللي فاتت أو اللي قبل هذه المحاضرة، هل كان يقدر يحل هذه المسألة؟ وقد علقت على هذه القصة التعليق التالي اللي راح أقرأ لكم من كتابي: إن سبب نجاح الطالب في حل المسألة لأنه لم يسمع عن القناعة السلبية التي جعلت كثيرا من العلماء لا يفكرون في محاولة حل هذه المسألة. وعلو الهمة يجلب إليك الخير لترتقي إلى درجات الكمال، تنافس على المراكز الأولى ولا تقبل بالأقل. وأيضا غردت بالتغريدة التالية: من أسباب النجاح لا تستمع للرسائل السلبية، وصلوا على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم عليه.